ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك. سيصطدم ريال مدريد بغريمه برشلونة في مباراة قمة مرتقبة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد سحب القرعة يوم الاثنين. وسيلعب أتلتيكو بيلباو أمام أوساسونا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة. وكان ريال قد شق طريقه للدور الثمانية بصعوبة بعد الفوز 3-1 على جاري أتلتيكو مدريد بعد وقت إضافي يوم الخميس، بينما تفوق برشلونة بهدف على ريال سوسيداد قبلها بيوم واحد. وتأهل أوساسونا على حساب إشبيليا، بينما انتصر بيلباو على فالنسيا في دور الثمانية. وسيتحدد موعد ذهاب وإياب قبل النهائي في وقت لاحق في ظل ارتباط ريال مدريد باللعب في كأس العالم للأندية بالمغرب الأسبوع المقبل. كما سيصطدم ريال مدريد بغريمه برشلونة في مباراة قمة مرتقبة بقبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد سحب القرعة يوم الاثنين. وسيلعب أتلتيكو بيلباو أمام أوساسونا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة. وكان ريال قد شق طريقه لدور الثمانية بصعوبة بعد الفوز 3-1 على جاري أتلتيكو مدريد بعد وقت إضافي يوم الخميس، والذي قال فيه مدرب أتلتيكو مدريد أن الحكم انحاز لفريق الملكي بحيث لم يحتسب بطاقة حمراء على مدافع ريال مدريد. بينما تفوق برشلونة بهدف على ريال سوسيداد قبلها بيوم واحد. وتأهل أوساسونا على حساب إشبيليا، بينما انتصر بيلباو على فالنسيا في دور الثمانية.